ايه هو الناسور اللي ممكن يتعالج بالليزر؟ عشان في انواع كثيره جدا من الناسور، والناسور زي ما قلنا احنا ان هي قناه متصله ما بين عضوين، زي في الناسور الشرجي بيكون قناه متصله ما بين الشرج او المستقيم والجلد الخارجي. فالناسور اللي بيتعالج بالليزر هو الناسور الشرجي والناسور الرصاصي. بيجي لنا اسئله وتقارير اشعاعات معموله على انواع الناسور، زي الناسور الشرجي المهبلي عند السيدات، ده ما ينفعش بالليزر، ده علاجه لازم جراحه. في انواع ناسور داخل البطن بتحصل ما بين القولون والمثانه، ده بيحصل احيانا نتيجه امراض التهابيه بتحصل او تكيسات في جدار القولون بتكون خراج، فبيحصل قناه ما بين القولون والمثانه، ده علاجه لازم بالجراحه، ما ينفعش خالص بالليزر. في برضه نتيجه اورام بتحصل في المثانه او في القولون، يحصل التصاق ما بين القولون والمثانه يتكون ناسور ما بينهم، ده علاجه جراحي. في برضه امراض تانية بتحصل، امراض التهابيه في الامعاء زي مرض كرونز، او نتيجه مضاعفات بعد عمليات جراحيه على البطن بيحصل ناسور ما بين الامعاء وجدار البطن الخارجي، ده علاجه جراحه. يبقى الناسور اللي بيتعالج بالليزر هو الناسور الشرجي والناسور الرصاصي فقط. بقيه انواع الناسور دي كلها لازم عمليه جراحيه، بنعالج السبب اللي ادى للناسور. اتمنى الشفاء لجميع المرضى. معاكم دكتور اكرم ميلاد، استشاري الجراحه العامه، جراحات الشرج والقولون وعلاج امراض الشرج بالليزر.